السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض عصاير رمضان بناء على طلب الجماهير. هنعمل النهاردة العناب او الكركديه. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة وسريعة، مش هيكلفنا كتير. الطريقة اقتصادية جدا، كمان طريقة صحية ما فيهوش اي مواد حافظة زي اللي بنشتريه من عند العطار. لا، هنعمله بكل الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت، كلها حاجات طبيعية. وكمان هيوفر لنا في الفلوس، مش هيهدر معانا لما نيجي بنعمل الكركديه. بيهدر معانا كتير، النهاردة مش هنخليه يهدر، وهيبقى سريع جدا في رمضان وصحي ومنعش كده وجميل. هنقول مع بعض الطريقة، والطريقة سهلة جدا. هنقول بسم الله وهنبدأ مع بعض. اول حاجة انا عندي هنا كركديه عادي اللي هو الطبيعي ده، اللي انا بجيبه من عند العطار، حوالي 100 جرام من الكركديه، وبنقيه يكون شكله حلو كده احمر وجميل، اللي هو الاسواني. بنشيل اي شوائب كده موجودة فيه، وعشان كمان نتأكد ان هو نظيف وحلو هننخله الاول قبل ما نحطه في الطبق، وكمان هنغسله وهنشطفه كويس جدا، وهنصفيه بمصفى زي ما احنا شايفين كده. هنحطه تحت الحنفية، وهنصفيه كده بمصفى لحد لما المية كلها تنزل، ما يبقاش فيه مية. وهنجيب بقى الكركديه وهنحطه، لو عندك اير فراير هتحطيه في الاير فراير زي ما احنا هنشوف مع بعض. لو ما عندكيش اير فراير مفيش اي مشكلة، هنحطه في صاج ونحطه في الفرن على اقل درجة حرارة، يعني حوالي درجة حرارة 100. اما في الاير فراير انا حطيته في الاول على 120 عشان المية اللي فيه تنشف، وبعدين بوطي الاير فراير على درجة حرارة 80، وبعدين بخرجه كل شوية ابص عليه. وكمان هحطه بقى في طبق لحد لما يبرد خالص. الخطوة دي مهمة جدا، شايفين الصوت وشايفين ازاي هو بيعمل صوت كده، لازم يوصل للمرحلة دي. بعد كده ما بيوصل للمرحلة دي ويبرد، بجيب بقى المطحنة العادية بتاعة الخلاط، وبعدين بحط الكركديه فيها وهطحنه طحن ناعم. وعلشان يتطحن معايا بسهولة ممكن تحطي له معلقة سكر مع الكركديه، وبعدين بيبقى شكله عامل كده. باخده وبصفيه بالمصفى، بنخله كده بالمصفى. وطبعا الشوية دول هرجعهم تاني وافرمهم لحد لما يبقى عندي مسحوق بالشكل ده. بحط عليه 300 جرام من السكر وبقلب بالشكل ده. طبعا لسه برضو ما اديناش الشكل اللي هو بنجيبه من عند العطار، هنعمل خطوة تاني. وعشان كمان نحتفظ بيه بنحط نص معلقة من ملح الليمون ونقلب. وعلشان يدينا اللون الجميل انا عندي هنا معلقتين من عصير البنجر. البنجر ده طبيعي وصحي وهيدي لون جميل. وبعدين بلبس جوانتي، وبعدين افرك في السكر مع البودرة لحد لما يختلطوا كويس جدا، وما يبقاش فيه اي حاجة متكتلة لحد لما يوصل بالشكل ده. ودلوقتي يعني بقى عندنا بودرة عناب زي اللي بنشتريها بالظبط، لكن بودرة صحية ما فيهاش اي مواد صناعية، وعملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعبيه بقى في البطرمانات وبحطه في التلاجة لوقت الاستعمال. انا عملت كمية حلوة زي ما احنا شايفين. لما بقى بنيجي نعمله نحضر بقى العصير، بتحضريه يا اما في كوبايه، لو انت عايزه كوبايه واحده بتحطي معلقتين كده صغيرين عليهم ميه، ولو حابه بقى تحطي سكر، طبعا كل واحد على حسب رغبته. لو هتعملي كميه كبيره بتعملي كوبايه ميه، لكل كوبايه ميه معلقه كبيره، وبتدوبيه وبتحطي له السكر اللي انت عايزاه. وفي مرحله تانية ان انت تصفيه علشان ما يبقاش فيه اي شوائب. وبكده عملنا احلى عصير في رمضان. يا رب الوصفة تعجبكم، وإن شاء الله هنعمل وصفات تانية كتيرة لعصاير رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.